صباح الخير، صباح الفل والورد والياسمين على أحلى المتابعين في الدنيا. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ صباح الرضا والجمال، صباح السكر، صباحكم زي العسل. قبل ما نبدأ الكلام يا حبايبي تعالوا نصلوا على النبي. صلوا على النبي يا حبايبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة صحينا بدري فطرنا وعملنا فطار. الحمد لله كان فطار جميل. جبنا لانشو، انت عارفين يا حبايبي اللي عمتي هنا. عمتي دي اخت ابويا، قعدت معانا يجي 4 5 أيام كده. والله العظيم كنا فرحانين بها موت، ما شفناش من زمان. ربنا يخليها ويديها الصحة ويديها طول العمر يا رب. بعد ما فطرنا والحمد لله بعت ابني جاب لبن عشان نعمل حلويات، عشان عمتي بتحب الحلويات. عمتي ديت ما شاء الله دمها زي العسل، قعدت معانا ما كانتش عايزة تمشي لولا عيالها كل شوية يتصلوا عليها. عملت لها حلويات وقضت معانا يوم، وما شاء الله الحلويات كانت جميلة، كانت مبسوطة منها قوي. متابعين حبايب قلبي ربنا يخليهم ليا يا رب وما تحرم منهم ابدا. شكرا يا حبايبي على الدعاء لبنت خالتي، ربنا يبارك لكم يا رب وما اشوف فيكم حاجه وحشه ابدا. والله يا حبايب قلبي بنت خالتي ديت اتصدمنا عليها، اختي وحبيبتي وربنا يرحمها وينور قبرها. موتها ديجي صدمه. وبعدين يا حبايبي الوقت بقى بفرغ الحلويات وبعد كده هرش عليها زبيب وجوز الهند. ما شاء الله كانت جميله. ايمن ابني اللي كان مبسوط منها قوي. تنسوش يا حبايبي دايما على طول تصلوا على النبي وتذكروا الله. صلوا على النبي يا حبايبي. والله يا حبايبي انا غصب عني اللي انا بتاخر عليكم في الفيديوهات، سامحوني. انا نفسي اسجل لكم كل يوم بس الظروف. والحمد لله على كل حاجه. انتوا وحشتوني وحشتوني. وشكرا على تعليقاتكم الجميله اللي بتفرحني. ربنا يكبر بخاطر كل واحد علقت لي تعليق حلو، ما تحرمش منها ابدا وتفرح بعيالها وما تشوف فيهم حاجه وحشه ابدا. متنسوش يا حبايبي دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله. صلوا على النبي يا حبايبي. وبعد ما عملت الحلويات طلعت قعدت مع عمتي عشان ما ينفعش اللي انا اسيبها قاعده لوحدها. ما شاء الله كانت فرحانه قوي اللي هي سجلت معاكم في القناه. مبسوطه قوي، هي اللغه بتاعتها كده عشان هي مش شرقيه. كانت فرحانه، قلت لها ده هيحبوكي خالص يا عمتي والله. ان شاء الله المره الجايه سجلي معانا، بس هي ماهيش هنا، عند ولاد اخويا بايته معاهم. كل ماسكين فيها، دي ياخدها يوم ودي ياخدها يوم. ربنا يخليها لنا يا رب ودخلتها علينا بالدنيا كلها. وبعد كده نزلت انا وبنتي ناقصها شويه حاجات في جهازها، شويه رفايع كده. رحنا عند مول علي صالح، ما شاء الله حاجته جميله واسعاره حلوه. وما شاء الله اسعاره جميله قوي قوي، وبتهاود وجدع ومحترم وقد الدنيا. ربنا يبارك له يا رب ويرزقه. والوقت بقى هي دخلت جوه عماله تختار تشوف ايه اللي ناقصها. ربنا يخليها يا رب واجيب لها احسن حاجه. ما شاء السلام الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. جبنا تشكيلة ترند لعروسة، حاجات كلها ترند. والف مبروك يا تغريد، حاجتك كلها جميلة ما شاء الله، ممتازة جدا، كلها ترند ما نزلتش السوق. المج بتاع الايس كوفي تمام، ومعاه المعلقة بتاعته الايس كوفي، ومعاه الغطا بتاعه تمام. متاح منه جميع الاشكال اهو، الشكل التاني تمام، والشكل التاني تمام، الشكل التالت اهو تمام. ودي الكنكه بقى الترند يا جماعه، الكنكه دي ترند قوي، بتتحط على النار تمام. الكنكه دي ترند وبتتحط على النار، حاجات ما شاء الله جميله تمام. ودي المج دي بقى ما شاء الله حلاوه واناقه اهو ما شاء الله تمام. متاح منه جميع الالوان، الشكل التاني اهوت تمام. متاح منه متاح برضك قرطاس الكنافه اهوت تمام. والبتاع دي بيخش الميكروويف والفرن، الطاجن ده بيخش الميكروويف والفرن يا جماعه، الحاجات دي كلها ترند تمام. ودي الحله الترند اهيت، حله الترند اهي تمام، حله الترند اهي تمام اهيت اهيت ما شاء الله، مفخمه عنوان. الف مبروك يا تغريد، الحاجه جميله ما شاء الله اهي اهي، حاجتك كلها ترند اهي ما شاء الله تمام. وده حله ستانلس تمام، تركي على المغناطيس، حاجه ستانلس تركي يا جماعه تمام. وادي البانيو اهوت اللي بيتفتح ويتقفل، وطبق غسيل بردك في نفس الوقت، اتنين في واحد يا جماعه تمام. هاند بلندر تمام، هاند بلندر ممتاز كبير تمام. متاح منه بردك واحد اهوت عشان لو حد عايز ولا حاجه. ونسينا نقول بقى المضرب الترند بقى التاني اهو، قصدي المج الترند التاني اهو تمام، على شكل ارنوب تمام. نيجي بقى على الازاز الترند، الازاز الثلاجه اهيت، ازاز الثلاجه لها غطا، الازاز دي لها غطا يا جماعه، كليبس من فوق، دي الترند يا جماعه تمام. نيجي بقى على منظم المكياج، المربع الجديد اهو، منظم المكياج المربع الجديد تمام.
ودي التاني اهوت المدور الطويل، تمام اهو. ودي المنخل كذا واحد في بعضه يا جماعه، المنخل دي ترند يا جماعه اهو، كذا واحد في بعض، كذا مقاس في بعض اهو، المقاسات كلها موجوده اهي ما شاء الله، تمام. وحافظ الطعام اهو، حافظ الطعام الترند اهو، تمام، موجود ما شاء الله اهو، تمام. هنيجي بقى على ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده رحت انا وماما جبنا شويه حاجات من مول علي صالح، شويه حاجات في جهازي كانوا ناقصيني يعني. رحت جبت منه الحاجه، ما شاء الله جاب لي كل اللي انا عايزاه. انا قلت له قبل ما اجيب الحاجه، قلت له انا عايزه كذا كذا وجابهولي. وما شاء الله حاجته جميله واسعاره جميله. وماما تقول له على سعر تهود معاها، وما شاء الله ربنا يبارك له يا رب ويرزقه يا رب رزق الحلال. والنهارده بقى بعد ما روحنا جبنا الحاجة وروحنا، قلت بقى ايه نعمل غدا خفيف كده. عملت النهارده ايه جلاش باللحم. كان عندنا نص كيلو لحمة مفرومة في التلاجة، طلعته بقى عشان نعمل الجلاش. ودلوقتي كنت عصجتها، نزلت باللحمة اديتها لون، قلبتها على الوش التاني خدت لون، ونزلت عليها ببصلتين فرمتهم في الكبة، ونزلت عليهم بالبهارات شوية فلفل أسمر وشوية 7 بهارات، وأي بهارات عندك في البيت عايزة تحطي منها عادي. ودلوقتي كنت نزلت بالبيضتين، وهنزل عليهم بشوية فلفل أسمر، وأنزل عليهم بكوباية لبن علشان وأفضل أقلب فيهم علشان أحطه على الجلاش. ودلوقتي كنت نزلت بالبيض وحطيت الفلفل الأسمر معاكم اهوت، وهنزل بكوباية اللبن وأقلب فيهم شوية ملح وأفضل أقلب فيهم. ماشي يا حبايبي، بعمل معاكم اهو. وبعد ما انزل باللبن يا حبايبي هجيب صينية وادهنها كلها سمنة كويس. دلوقتي بدهنها معاكم اهو يا حبايبي. ربنا يخليكم لنا يا رب، وما نتحرمش منكم ابدا، وما نشوف فيكم حاجة وحشة ابدا يا رب، ويطول في عمركم. ودلوقتي بدهنها معاكم اهو يا حبايبي. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصلك كل جديد. ماشي يا حبيبتي. ودلوقتي يا حبايب قلبي هفرد الجلاش في الصينية. بحط طبقة وبعد كده ادهنها سمنة، كل طبقة وطبقة لازم تدهني سمنة عليها. ماشي يا حبايبي. ودلوقتي بفرد معاكم الطبقة اهوت. طبعا الطبقة دي مش هتاخد الصينية كلها، فبعمل واحدة الناحية دي وواحدة الناحية التانية علشان يكون ايه متساوية، الصينية متساوية. ودلوقتي بدهن معاكم السمنة على الطبقة التانية اهي. انا والله يا حبايبي يعني بقيت بعمل كل حاجة، يعني بتعلم واحدة واحدة، انتوا بتشجعوني اصلا، يعني عايزة اظهر لكم على القناة كل شوية، اعمل لكم كل يوم اكلة كده فبنغير. يعني عنت بعمل كل حاجة علشان برضو كما اتجوز اكون بعرف اعمل كل حاجة وشاطرة كده. بتعلم بقى منكم من النت وكده، ولو في انتوا عارفين طريقة تانية قوليلي برضو اتعلم منكم، وعادي احنا اخوات. يا حبايب قلبي انا حطيت 6 طبقات تحت و6 طبقات فوق. ودي اللحمة المفرومة هفردها بقى في الصينية كويس. بس بقى ايه مش هاجي ناحية الاطراف علشان اللحمة ما تتحرقش وكده. هحطها في النص كده برضو، مش هاجي ناحية الاطراف يعني. ماشي. ودلوقتي نزلت باللحمة معاكم اهوت وفردتها كويس. دلوقتي انا نزلت باللحمة، وبعد ما نزلت باللحمة هنزل بالطبقة التانية من الجلاش. ودلوقتي نزلت بالطبقة التانية حطيت ورقة جلاش، وهنزل بعدها برضو هحط سمنة، كل طبقة بحط بعدها سمنة. ماشي. بدهن كده عليها سمنة. ماشي يا حبايبي. ودلوقتي انا بعمل معاكم اهو. ودلوقتي يا حبايبي كنت خلصت الصينية كلها وبسويها وبسوي الأطراف. وبعد ما اخلصها هقطعها كويس، هقطعها خرط. ماشي يا حبايبي. علشان ما ينفعش اقطعها بعد ما تطلع عشان ما تتهريش مني، هقطعها قبل ما ادخلها الفرن. وبرضك يعني مش هنزل عليها بالبيضتين واللبن الوقتي، لا هحطها في الفرن وشها يحمر حاجة بسيطة كده، وانزل عليها باللبن والبيض. وبعد كده هدخلها الفرن تستوي مع نفسها. ماشي. ودلوقتي بنقطعها معاكم اهو. وهخلص تقطعها واطلع فوق اسخن الفرن عشان يسخن شوية، واولع عليها من تحت. مش هولع من فوق، هولع من تحت لحد ما تاخد لون وتبقى كويسة، وبعد كده اولع عليها من فوق عشان تاخد لون من فوق. ماشي يا حبايبي. ودلوقتي كنت بقطعها، خلصنا تقطيع، والوقت حطيتها في الفرن معاكم اهو. ما شاء الله كانت ريحتها مش قادره اقول لكم جايبه لاخر الشارع. اول مره اعمل والله الجلاش دوت ويظبط معايا كده، ما كنتش مصدقه اللي هو يظبط معايا كده. ودلوقتي كنت كنت حطيتها في الفرن وخدت لون بسيط كده. ونزلت بعدها بالبيضتين واللبن زي ما انا قلت لكم، شايفين لونها ما شاء الله.
ما شاء الله، ما كنتش مصدقة والله اللي هي تطلع معايا باللون ده، ما شاء الله كانت جميلة. وما شاء الله بعد ما طلعتها من الفرن قطعتها كويس وكانت طرية وكان طعمها جميل والله ما شاء الله. دلوقتي احنا قطعناها بوريكم من جوه ما شاء الله، وكانت مليانة لحمة من جوه وكانت جميلة. اتمنى الفيديو يكون خفيف على قلبكم يا حبايب قلبي، وتشجعونا بلايك وتعليق حلو واشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. لو اول مرة تشوفوني، دي يومياتي انا وماما. مع السلامة يا حبايب قلبي، اشوفكم في فيديو جديد. مع الف سلامة، هتوحشونا.